كذلك أيضا تسرق الذهب. هذا جربناه عندنا في البيت، فقدنا خاتم من الخواتم للنساء، دورناه وإذا فيه شق في الجدار، وكان عندي علم أنه تسرق الذهب. زودنا شق، وجدنا الخاتم في هذا الشق. نعم. وحدثنا شيخنا رحمه الله أن رجلا كان يكتب في حجرته، فجاءت فارة نزلت من السقف، جاءت حوله، فوضع عليها إناء حبسها. لما تأخرت عن زميلاتها جاءت واحدة منهم تبحث عنها، أين ذهب، وعلمت أنها تحت الإناء، فصعدت إلى السقف وأتت بدينار ذهب. الدينار صغير يعني تحمله بسهولة، جاءت بالدينار وألقته إلى جنب الرجل. رشوة أو دية. المهم الرجل قال لي ما بطلقه. انتظرت ما في فائدة، صعدت إلى السقف وأتت بدينار آخر ووضعته، ولكن الرجل قال وراء الأكمة ما وراءه. استمر فجاءت بثالث ورابع وخامس إلى 10 جنيه ساقطة. يقول في النهاية جاءت بالكيس. نعم، جاءت بالكيس، إشارة إلى إيش؟ خلاص إنه خلص اللي عنده. يقول لما جاءت بالكيس فتح الإناء وقتلها، قتل الفارة، والثانية هربت. فعلى كل حال أنا أتيت بهذا الذي حدثني شيخنا رحمه الله، حدث الطلبة، حدثناه للإشارة إلى أن من أذية الفار أنها تسرق الذهب. كذلك أيضا تأتي على الدقيق وتلوثه بالبعض وغير ذلك، فهي من أفسق الحيوان، فيسن قتلها ولو في وسط المسجد الحرام.